تشخيص سرطان القولون بيعتمد في الاساس على اول حاجه اخذ القصه المرضيه من المريض او من المريضه والكشف الاكلينيكي عليه، وبناخد شكوته وبنبدا نحللها، وبعد كده بنبدا نعمل فحوصاتنا بتبقى في صوره تحاليل دم، صوره دم كامله ودلالات الاورام. القولون بيبقى عباره عن زي الخرطوم، فعشان نفحصه كويس في الاشعاعات والفحوصات لازم بنصوره من بره عن طريق الاشعه المقطعيه، ولازم بنبص عليه من جوه عن طريق المنظار. والمنظار لما بيدخل يبص على القولون من جوه بعد التخدير القولوني، لو لقى اي حاجه مشتبه فيها بياخد منها عينه وبيتم تحليلها. سرطان القولون وراثي بنسبه تصل الى 10%، وبالتالي المريض او المريضه اللي في حد في عيلتهم جاله اورام في القولون قبل كده ضروري جدا ان هو يبقى حريص على نفسه يعمل كشف مبكر لسرطان القولون. والكشف ده بيبقى كشف بسيط جدا، بيعمل تحليل براز كل 6 شهور. في حاله وجود دم في البراز بيبدا يجيلنا يعرض نفسه على جراح الاورام بحيث ان احنا نبدا نعمل له فحوصات في صوره منظار قولوني للاطمئنان على حالته الصحيه. ومش معنى عشان ما يحصلش فزع للناس، مش معنى ان احنا قلنا ان في دم في البراز ان في سرطان قولون، لا، سرطان القولون من ضمن الاسباب ولكنه يعتبر اخطر الاسباب.